السلام عليكم الناس الكل. فيديو جديد اليوم باش نحكيو فيه على حظوظ النادي الافريقي وزوز فرص فقط تسمح للنادي الافريقي باش يشارك في كأس الكاف. ما ثماش برشا حديث بالطبيعة. النادي الافريقي الان وقفت الزنقة بالهارب، عنده زوز فرص الناس الكل يعرفوهم، اللي هو باش يشارك في كأس الكاف، كأس الكونفدرالية، وهو اخر فرص النادي الافريقي للمشاركة في العام المقبل في مسابقة افريقية. النادي الافريقي اذا كان يحب يشارك في الكاف يا يكمل في المرتبة الثالثة في البطولة، وهي الحاجة اللي ولات صعيبة وصعيبة وصعيبة برشا بعد النتائج الأخيرة، خاطر الكلوب أفريقيا عندها خرجة البنزرت ماتش صعيب برشا، ثم ماتش ليتوال في رادس اللي هو صعيب برشا، ثم ماتش مستقبل جابس في جابس اللي تلعب لاخر لحظة من أجل تفادي النزول. معناها ثلاثة ماتشوات أصعب من بعضهم، والكلوب تمر بفترة ماهيش ولا بد، خاصة في انعدام الثقة الأخيرة الآن بين الملاعبية والجمهور بعد خيبة الديربي. خاطر اللي شفته في ماتش هلال مساكن نتاع ملاعبية ما عندهمش شخصية، خاطر برا خسر الديربي معناها نطيح أنا كل شيء في الماء، مش هكا راهو تعمل شخصية فريق. أوكي نجم نخسر الديربي وننزل كاس، نجم نخسر الديربي نربح أطراحي الأخرانيين ومتعرفش عليها، تنجم لتوا تتعثر ونكمل أنا الثالث. ولكن الاستسلام اللي ريتو أنا في ماتش مساكن، ومساكن اللي لعبت معاك الند للند وكانت نجم توصلك بلانتيات ويصير ما لا يحمد عقباه. بالنسبة للحل الثاني باش كلوب افريكان تشارك في العام القادم في الكونفدرالية، هي إذا أنهيت البطولة في المرتبة الرابعة، النادي الافريقي يلزم يا يوصل للنهائي ويلعب ضد واحد من المتكلاسين ثلاثة الأوائل اللي هما ترجي ليتوال ومستير، يا يكمل الرابع ويهز الكوب. وهذه معناها اذا كان بصراحه ملاعبيه يحبوا يصلحوا الموسم اللي عملوه السنه، اللي هو بدايه كانت جيده، ثم لاعب في الكلوب، ثم حاجم لاعب مع بيتوني، ولكن في الماتشات الاخرين بصراحه رينا استسلام من الملاعبيه وكاني بهم ما لعبوش مع بعضهم. وهذا زاد يتسال بيتوني انه ما حطش تشكيله ثابته ديما تلعب مع بعضها باش يلقى التوليفه المناسبه. كيف نحكي على اضعف نقطه في كلوب افريكان، اذا كانت تحب توصل وتنافس وتترشح وتنافس على الكوب وتمشي للمستير غاديك باش تلعب من اجل الترشح، راك يلزمك تبدل وسط الميدان. راهو وسط ميدان فضيحه، راهو وسط ميدان ماهوش في قيمه النادي الافريقي، راهو تقريبا من اضعف وسط ميدان في البطوله التونسيه. راك تنحي ما تقارنش راك بالترجي كوسط ميدان، راهو قبلوه وحده خير من ثلاثه اللي في وسط الميدان. ما تقارنش بوسط ميدان المستير، ما تقارنش حتى بوسط ميدان الملعب التونسي. راهو بالرسمي الكلوب افريكان قوتها في الدفاع وشويه في الهجوم خاصه الاطراف، بينما وسط ميدان هو نقطه الضعف. راهو يلزم سيماكولا، انا حسب رايي الملاعبي هذايا توتيلير دولي في اوغندا يجي الكلوب افريكان، مش خاطر هو معناها بوسكيتس ولا كازيميرو، ولكن كي نشوف انا وسط ميدان الافريقي اسكو سيماكولا ما عندوش بلاصه يا رسول الله؟ اسكو الزمزمي خير من سيماكولا؟ اسكو غيث صغير خير من سيماكولا؟ راهي حاجات هذيا ما تصيرش، حاجات توقف المخ، حاجات نورمالمون المدرب يفيق بها. عندك ملاعب دولي يلعب كل المباريات مع منتخب اوغندا، شفت الضعف على مستوى خط وسط الميدان، يلزمك تلعب اللي يستحق يلعب. وهذه مشكلته بتوني اللي انا نرى بصراحه اختياراته فيها وعليها. كمدرب ما عنديش شك فيه، ولكن الاختيارات نتاعو بصراحه تطرح نقطه استفهام، خاصه اللي انت من اول الموسم تعرف اللي نقطه ضعف الكلوب هي وسط الميدان. وبعديك جبت بوادو، ما نعرفش انا بوادو اسكو هو معناها الحل، اسكو هو ملاعبي باهي، لكن كبشت انك تخلي ارماندكو مثلا وماكش تلعب فيه. معناها هذه برشا نقاط يلزم المدرب يتسال عليهم. علاش ما خرجت ارماندكو في شتاء باش تسجل بوادو وانت تعرف اللي نقطه ضعفك وسط الميدان؟ كيفاش نحكي على نقطة أخرى بالنسبة لي بيتوني لاحظتها فيه، اللي هو قراءة المباريات نتاعو سيء جدا. شوف في تبديلات ماتش الديربي، تبديلات بصراحة ضعيفة وضعيفة برشا، ما قراش اللعب، ما شافش تو أي مواطن عادي شاف اللي الكلوب أفريكان في الشوط الأولاني كانت نقطة ضعف في وسط الميدان. بيتوني ما شافش هذايا، واصل بنفس الطريقة. ولو راهو الاسبيرونس دخلت خايفة من الماتش، دخلت تستنى في الكلوب، ولكن كي شافت وسط الميدان حطوطو كلاتك. هذا هو فيديو اليوم. الكلوب الافريقي اذا كنت تحب ترشح للكاف لازمها رجوليه شخصيه، ويلزم كما قلنا يصلح وسط الميدان باش ينافس على ال10% اللي ما زالت للكلوب افريقيا. ما تنساش اللي جرجيس وراك 3 نقاط فارق فقط، وماتشواتها اسهل من ماتشواتك. هذا فيديو اليوم، حطونا سبسكرايب، حطونا لايك، كومنتير، نشوفكم في الفيديو القادم. السلام عليكم.